اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعضينا الكشري الحله واحده. هنعمله بطريقه سهله وجميله، سهله وبسيطه قوي. تعالي نشوف ايه هي المقادير وبتتعمل ازاي. وطبعا الكميات على حسب عدد افراد الاسره اللي عندك. انا معايا هنا اهو معايا هنا الشعريه، ومعايا رز طبعا اقل من نص كيلو من الرز، ومعايا نص كيلو من العدس طبعا نقعيه في ميه مغليه كده من ساعه لساعه ونص. واهم حاجه تنقعيه في ميه مغليه عشان يبقى معاكي نص سوا. ومعايا رتل من الطماطم طبعا عصراه كويس قوي ومصفياه. ومعايا بقى التوابل اللي هنحطها مع الصلصه هي معايا معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السكر، واحده من المرقه، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. والمرقه حابه تحطيها حابه، مش حابه تحطيها براحتك برضه. ومعلقه كبيره من من الثوم المفروم. والتوابل اللي هحطها مع الكشري هو الملح والكمون، ما بحطش حاجه تاني. هنا بقى معايا 3 بصلات 4 بصلات زي ما انت حابه. بقطعه كده حلقات رفيعه عشان ما يشربش معانا زيت. كل ما تقطعيه رفيع كل ما يتحمر معاكي كويس ويبقى مقرمش. معايا هنا المكرونه بتاعه الكشري الصغيره دي المرمريه. ومعايا مكرونه سباكيتي باخد نصها، حابه تحطيها كلها براحتك، انا هاخد نصها بس. تعالى بقى على البوتاجاز نشوف هنعملها ازاي. وطبعا انا معلقه على حمص الشام عشان بياخد وقت معانا. تعالي بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ادي الحمص اهو بيستوي. طبعا انا الحمص ما بحطش معاه اي حاجه الا ما خلاص قرب يستوي كده بحاجات بسيطه، بحط له الملح والكمون بتاعه. هنسيبه بقى يستوي مع نفسه عقبال ما نعمل احنا الكشري. انا معايا الحله بتاعتي اهي، هنزل بقى بالزيت المناسب عليه. يعني هننزل بقى بشويه زيت حلوين كده عشان الزيت ده هناخد منه للصلصه. وطبعا هنعمل الكشري كله في حله واحده، عاوزينه يطلع مفلفل طبعا هنزود شويه الزيت شويه صغيرين. هنسيبه بقى يسخن خالص الزيت، وبعد كده انزل بالبصل بقى حبه حبه، مش هنزل بيه بقى كله مره واحده اهو. كأنك بتعملي بطاطس شيبسي. اهم حاجه تفرطيه كده من بعضه بس عشان ما يبقاش ماسك في بعضه ويشرب معاكي زيت ويطرى. انزلت على مرتين. هنقعد بقى نفرده كده من بعضيه كويس قوي لحد ما ما نخليه متفرد ونحمره كويس. نقلب بقى فيه كويس قوي عشان نحمره تحمير حلو ونديله بقى لون حلو كده. من فتره للتانيه تقعدي تقلبي فيه عشان يبقى كله لون واحد. واهم حاجه ما تنزليش بالبصل كله مره واحده عشان ما يشربش معاكي زيت. دلوقتي بقى سايبين الحمص اهو يتعمل، وبعد كده بقى نحمر البصلايه ونرجع تاني. دلوقتي حبايبي بعد ما خلاص حمرنا كده البصلايه زي ما انتوا شايفين، تقلبي فيه حلو قوي عشان يبقى كله لون واحد. دلوقتي بقى هنصفيه على ورق من المطبخ، على مناديل من المطبخ، يا اما ورق عادي خالص بتاع كراريس بقى، اي حاجه انت حباها. بس اهم حاجه تفرضيه من بعضه عشان ما يطلعش بقى ماسك في بعضه كده ويطرب معاكي. انا فردته على الرخامه وسبته بقى يبرد مع نفسه وينشف مع نفسه اهو كده. طبعا هناخد من الزيت ده للصلصه اللي احنا هنعملها. خلاص كده كان جميل ومقرمش وتحفه. دلوقتي بقى الزيت اللي عندي ده خدت منه حبه للصلصه، ودلوقتي بقى هنزل بالشعريه فين في كميه الزيت دي. هنحمر بقى الشعريه كويس اول لحد ما نديها لون حلو كده. واهم حاجه اي حاجه هتنزليها تحمريها كويس قوي عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو. هندي بقى لون حلو كده للشعريه وارجع لكم تاني. دلوقتي خلاص الشعريه اهو اخدت معانا لون حلو كده عشان يبان معانا في الكشري. دلوقتي بقى هنزل بالرز، كنت شاطفه الرز كويس قوي ومصفياه. دلوقتي بقى انا هنزل بالرز اللي معايا. واي حاجه هننزلها لازم نقلبها كويس قوي.
انا بحب اغمق شويه الشعريه علشان يبقى ظاهر معايا في الايه، في الكشري. دلوقتي انا كده نزلت بالرز بتاعي. اهم حاجه تصفيه كويس قوي عشان ما ينزلش بالميه بتاعته، عشان عاوزين نحمره بقى، نشوحه كده تشويحه حلوه مع الشعريه. اهم حاجه في التقليب بتاعك ده، عشان احنا عاوزين الزيت يغلف كل الحاجه اللي معانا، الرز والشعريه والعدس، عشان يطلع معاكي كله مفلفل باذن الله يعني. دلوقتي بقى هنزل بالعدس بتاعي بردك، اديني صفيته وانزل بيه. اهم حاجه العدس يتنقع من ساعه لساعه ونص عشان يطلع معاكي مستوي حلو في قلب الكشري. بردك هنحمره كويس قوي مع الرز والشعريه. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هي الملح والكمون، وبردك هنقلبه معاهم. سهل وجميل جدا وفي حلة واحدة، والموضوع مختصر احسن من مليون حلة، والموضوع بيبقى متعب كمان. هو كله على بعضه كده وما شاء الله بيستوي، بيطلع تحفة وبيطلع مفلفل وحلو قوي. هتقعدي بقى تقلبي كويس قوي بس في الحاجات دي، وبعد كده تنزلي بقى بالمكرونه. اهو شوحناه حلو كده، خلينا كل الزيت يتغلف كل حاجه من فينا في الكشري. دلوقتي بقى نزلت اهو بالمكرونه، واقلب بردك المكرونه حلوه قوي، بردك عاوزه الزيت كله يغلف كل حاجه في حاجه الكشري كده اهو. واهم حاجه الميه تكون مغليه، الميه اللي احنا هننزلها تكون مغليه، عشان بردك لو نزلنا ميه بارده ممكن ايه تعجن معانا الكشري. دلوقتي كده معايا ميه مغليه هنزل بيها. العقد الميه بعد الكشري بعقلتين صباع، يعني العقد تحطيها بعقلتين كده من الصباع، ما تزوديش الميه عشان ما يعجنش معاكي. تقولي بقى انا حطيت مكرونه ازود الميه يعجن معاكي على طول. انت حطي عقد الميه، اهم حاجه تظبطي عقد الميه عشان يطلع معاكي مفلفل. بعقلتين كده من الصباع كده تمام التمام. بسم الله ما شاء الله كان جميل جدا. دلوقتي بقى هنزل ايه بنص كيس المكرونه الاسباجيتي. هنحطه بقى بالطول بالعرض زي ما انت حابه. اول حاجه بس انت كده بتنزليه لتحت كده عشان يغطي عليه الميه، وبعد كده هغطي بقى ايه، اول ما يجي يتشرب ويبتدي يتشرب اروح موطيه عليه ايه العين بقى ايه شمعه كده، بس اسيبه بقى يستوي مع نفسه. تعالوا بقى نعمل الصلصه. دلوقتي انا معايا هنا ايه، حطيت الزيت بتاع البصل اللي انا كنت محمره فيه البصل، نزلت بمعلقه التوم دلوقتي وهشوح فيها كده لحد ما اديها لون ايه دهبي حلو. والصلصه بتبقى طعمها جميل قوي 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 بالحركه اللي هي بتاعت التوابل والمرقه جميله اهي. دلوقتي نزلت بقى بالطماطم بتاعتي كده، واحط بقى معلقه صلصه كبيره عشان الطماطم بتاعتنا تبقى حلوه كده وحمرا. نحط معلقه صلصه حلوه كده كبيره عشان تخليها حمرا وحلوه وتقيله.
هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، اللي هي ايه بقى، اللي هي الملح والفلفل والكمون والكزبره والمرقه اهي. واهم حاجه معلقه السكر الصغيره عشان تعادل طعم الايه الحموضه اللي في قلب الطماطم. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وانزل بقى بالمرقه بتاعتي. حابه تحطي مرقه، حابه مش حابه تحطيها براحتك خالص، بس الصراحه بتديها طعم حلو قوي. ممكن تحطي مرقه خضار عادي برضك، لو ما عندكيش لحمه حطي خضار. نسيبها بقى تتسبك كده، وبعد كده نغرفها بقى مع بعضينا. نسيبها بقى تتسبك، وتعالوا نشوف بقى هنغرفها ازاي. شوفوا بقول لكم، شوفوا البصل مقرمش وجميل ازاي، والله بيتكسر زي الشيبس بالظبط. حطيته على ورق وسبته ينشف خالص. تعالوا بقى دلوقتي نغرف مع بعضنا الكشري. شفت الكشري مفلفل وطعمه وريحته كانت تحفه وجميل جدا. وادي الصلصه بتاعه الكشري، وادي الحمص الشام بتاعنا. هو حمص مش حمص شام. دلوقتي بقى كده هنزل بالكشري بتاعنا كده، واظبطه بقى في قلب الطبق، والزواقي بقى زي ما انت حابه، الغرف ده بقى زي ما انت حابه. بقول لكم شوفوا قد ايه هو مفلفل وجميل، كان بيتبدر برد كده، والله كان جميل قوي. والمكرونه مستويه، والعدس وكل حاجه فيه مستويه حلوه قوي، مفيش حاجه معجنه، مفيش حاجه ماسكه. بسم الله ما شاء الله، كان تحفه. انا بعد كده هعمل الكشري بمحلة دي واحده على طول، مش هعمل كذا حله بقى واوسخ ومش عارفه ايه، لا هي حله واحده وما شاء الله وبتلم الليله يعني. وهنزل كده بقى بالحمص الشام بتاعي. الحمص ده كان السريع، عشان فيه حمص بياخد وقت، وفيه حمص يعني ايه ما بياخدش الا اقل من ساعه يعني على البوتاجاز. انزل بقى بالصلصه بتاعتي كده، والتسويق بقى ده حسب راحتك انتي. بسم الله ما شاء الله عليه، كان ريحته جميله وطعم بتاعه خطير. جربيه بقى بالطريقه دي وان شاء الله مش هتندمي. والبصل كان بيتبدر برد كده، والله كان حلو جدا. في ناس بتقول عليه ورد، هو يعني انا بقول عليه بصل محمر خلاص، بس هو ورد فعلا. بسم الله ما شاء الله كان زي الورد. وعملنا جنبيه بقى اللي هي الصلصه بالشطه. انا كل الحكايه خدت معلقتين كده من الصلصه، وحطيت عليها معلقتين من الشطه كبار، والبصل بتاعنا المحمر. وبألف هنا وشفا.